صبر ماهيش مثل ما شافت عيني. هالحمام سبحان اللي صور أهل الملوك ما كسبوا هدية. هالحمام سبحان اللي صور أهل الملوك ما كسبوا هدية. هدية هدية. على الحمام الطاير نهضر. هادي الحمام عذرا بشرية والدخفات عقلي طارت وندر من وحشة منامي طار عليا. ولا خبير جاني منها خبر ولا حرف منها جاب ضريا. ولا خبير جاني منها خبر ولا حرف منها جاب ضريا. بريا ببرايا. يجي قبال عيني زايد كيا. ما يشوف ما يسمع ما يهضر. ساعة يبان ساعة يغيب عليا. اشحال شاف قلبي وشحال صبر. والدنيا مرارة ضاقت بيا. اشحال شاف قلبي وشحال صبر. والدنيا مرارة ضاقت بيا. بيا ضاقت بيا. لا 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 كلمات رائعة، شعر رائع لفناننا رابح درياسة، وتحية للثنائي. سيداتي سادتي، كما شفتوا حبيت نقول لكم أنه فناننا القدير الأستاذ بلاوي الهواري راهو معانا على المباشر من مدينة وهران، وهذا هو تكريم من مدرسة الحان والشباب لفناننا وأستاذنا القدير بلاوي الهواري، اللي هو حقيقة واحد من كبار الفن. الله يطول في عمرك يا أستاذ. كما راك تشوف أستاذ
هذه تحية تقدير واحترام من كل الجمهور ومن كل الشعب الجزائري لكم. يعطيكم الصحة. أستاذ، جمهورنا الكريم، مشاهدينا الأعزاء، عندنا كذلك شهادات كبيرة وكثيرة من فنانين جزائريين ليك أستاذ. شاهد معنا. اسمع يا حبيبي يا حبيبي اسمع. وحبيت في هذه المناسبة نتكلم على بلاول الهواري، الرجل الإنسان، إنسان عاقل وإنسان طيب وجميل وأخلاقه يعني مليحة. لما نتفكر بلاوي نتفكر الفنون الجزائرية. بلاوي الهواري تفتح على كل الموسيقى وكل التراث الجزائري ككل. يوم الجمعة ريت شايفة تبكي عند قبور بهذا قلبور. الله يطول في عمرك يا شيخنا، انت مدرسه وقدوه لنا نحن كشباب. وما زالت البركه، وما زال الاستاذ بلاوي الهواري ما زال يلحن. أفضل المقالة يا عاشق المعاني. أقدم يعني بتحياتي وتهانيا للفنان الكبير بلاوي الهواري، ونتمنى لها ان شاء الله طول العمر، وإن شاء الله يزيد يكون تلاميذ أخرين. القرآن عجبناكم مرة وأخرى ندعونيكم سلام سلام عليكم. سنة حلوة يا أستاذ، سنة حلوة يا أستاذ، سنة حلوة يا أستاذ. هذه هدية من مدرسة الحلوة شباب لشيخنا بلاوي الهواري بمناسبة عيد ميلاده ال90 اللي راهو يحتفل به الآن، ونتمنى لك أستاذ إن شاء الله طول العمر وربي يخليك لنا. نروح لشيخنا أستاذ رابح درياسة. أنت تعاملت كثير مع شيخنا بلاوي الهواري، وش راك حاب تقول له اليوم؟ حتى يزيدوا تولويلة واحدة أخرى. تولويلة. يعطيكم الصحة. يا أستاذ، يا رجل يا طيب، كل سنة وانت طيب. نفكرك بصغرنا، نفكرك بصغرنا يا أستاذ. كانت همزة الوصل بيناتنا هي أغنية حمامة. كان في عمري 28 سنة وانت كان في عمرك 38 سنة. جبت لك اليوم واحد النسخة بيلتان دو ديكلاراسيون نتاع حمامة اللي كاتبها بيدك، لالين ميلوديك هاي هنا انت كتبتها بيدك ومؤرخها بالحرف الواحد في أوران le 16 novembre 1964. Bulletin de naissance, c'est un bulletin de naissance شهادة ازدياد لأغنية حمامة. هي واحدة من روائع نعم تراثنا الجزائري. من هذاك الوقت أنا ما غنيتهاش وقلت ما يستاهلها غير الأستاذ بلاوي، هو يلحنها هو يغنيها، يعني صال بها وجال إلى الألفينيات. أخطفها خطاف العرايس. شكون هو خطاف العرايس؟ الكينج
الشيف خالد فناننا. خالد، تحية خالد، تحية لخالد. اخطفها خطاف العرايس، وكان ذكي، ما غناهاش وحده، غناها مع الأستاذ عمل القرار وهو عمل الجواب، وكانت روعة من الروائع، وتبقى إن شاء الله روعة إلى الأبد. شكرا جزيلا يا أستاذ، وكل سنة وانت بخير في الصحة جيدة إن شاء الله، وزيدنا من عطائك، ما تبخلناش وما تنساش باللي القيطارة نتاعك اللي عملت فيها ربع المقام، أنت الأول في المغرب العربي اللي عمل ربع المقام في آلة غربية أندلسية. تصفيقة. صح، حقيقة شكرا لك أستاذ. تفضل. أول من عمل ربع المقام في القيطارة، هاي عنده، ورانا نشوفوها. سمحي لي. شكرا لتلاميذ المدرسة. سمحي لي بنتي سمحي لي. تفضلوا أستاذ. طبعا نسمع فيك. ربع المقام كانوا الإخوان رحباني في لبنان، عملوا في الأكورديون وفي البيانو، وانت عملتوا في هذا القيطارة اللي ما بخلتش عليا بها، وخدمت معايا فيها في كل الأغاني الناجحة نتاعي، ابتداء من وردة بيضاء، حبيت نتوب، منام عجيب، نجمة قطبية، كلهم بهذه القيطارة. راك ثابت. وبلا ما ننسى إخواننا المرحومين بوتليليس وحكا اللي هو علي الكحلاوي رحمهم الله. نتمنى لك إن شاء الله عمر طويل وصحة جيدة، وكل عام وأنت بخير، وشكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ. والآن أنا حابة نروح عند شيخنا بلاوي الهواري باش هو كذلك نسمعوه. محنا قمنا لك بمفاجأة بعيد ميلادك أستاذ، ونتمنى لك طول العمر. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. أنا متواجدة برفقة أسد من أسود مدينة وهران، عميد الأغنية الوهرانية، celui qui a donné un style, un nom à un style، الأستاذ الكبير القدير الحاج بلاوي الهواري. مساء النور. مساء النور. مرحبا بك معانا وفي ألحان وشباب. مرحبا بك معانا وفي ألحان وشباب. معكم نعم. وراني تاني برفقة سي بوسيف الهاشمي، بالهاشمي بوسيف، المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف. مرحبا بك. شكرا بنتي، بارك الله فيك. تكلم مع التلاميذ المدرسة، مدرسة ألحان وشباب، واش تقول لنا على لو نيفو؟ أولا كما قال الأستاذ رابح درياسة، الحاج رابح درياسة، اللي وجه الشباب وقال لهم الأصالة ثم الأصالة، وأنا نقول الممارسة هي الممارسة. وماذا بكم يا شباب، ماذا بكم ان شاء الله من ضحك اذا حبيتوا هذا المهنه يليق تحترموها، تحترمكم ولا كيف يقول يا ربي راهي جايه، ولا الممارسة هي الإنسان ما دام يخدم ويزيد، ما دام يزيد ويخدم ويقول في ضميره ما خدمت والو، هذا الشيء قليل،
ولا ولا ويزيد يجتهد ويزيد يخدم ويقول هذاك مازال ما وصلتش، مازال ما درت والو. طبعا هذه هي هذه الحاجه. ونتمنى عندهم ان شاء الله لهذا الشباب الممارسه والنجاح. حد سعيد. النجاح ان شاء الله وحد سعيد. الحاج بلاوي الهواري متشرفه شكرا لكم. ومن اجمل الكلمات هي احترموا المهنه، المهنه تحترمكم. شكرا لك استاذ، وسنه سعيده وان شاء الله طول العمر. من جديد نعود نولوا لمسابقة هذه السهرة الثالثة بعد كل هذه اللحظات الرائعة اللي عشناها. نولوا من جديد إلى المسابقة مع الثالث مرشحة للخروج أو للبقاء لهذا الأسبوع، إنها عبير عتبي، وهي ثاني مرة تكون فيها في صف المرشحين. عبير تفضلي. عبير تفضلي في وسط الخشبة، راكي رايحة كما زملائك تقدمي مقطع أكابيلا في دقيقة بالتوفيق. قالت ترقيب كان راقب ما صبت سلاكي نجي، راني يا غايتي نحارب خفت الشيعة تجي عليك، بدات دموعها تهرب دي عمري رخصتها ليك، القتل ولا اللوم صعب وانا متهم غير بيك، أنا من صلبة البطال بني عامر دوك وردي، انتي تركيا وبوكسال خليفة بين الوندي، هادي ليلة وكل ليلة واحنا فيها منسين، من الوحش قلوبنا غلالة هادو عامين كاملين، الشمعة دارت الدبيلة قالت لي قوم يا حزين، جيب البوجي عليه تسلى جيب الحرجان كاملين، ما طول بالليل كي طوال وانا في بيت غير وحدي. والدقيقة انتهت، صحتك الصحة عبير. إذا عجبتكم عبير ما عليكم إلا بالتصويت بعد اختيار رقم 3 وببعث رسالة قصيرة على 63 069 وأحسنت الاختيار بالمناسبة. نعود نولوا إلى الفرقة الموسيقية، والآن نروح إلى الأغنية الخفيفة القبائلية التراثية مع مقطع رائع غناوه العديد من الفنانين الجزائريين، والليلة الأداء رايح يكون من طرف سيليا ونور الهدى، فلنستمع ولنستمتع مع أغنية يماو لانيو. في اللون ولي حزان شدهي ضيغي مقرب بنوان ذكر ويا ملاني الثغران والفغ كنا تصح ملغكم
بعض غفلة ونولي ويا حزان شدهي غيغي مقرب بنوان أذكن ويا ملاني الثغران والفرق الناطس حمل أغبون شذهي العزيز ويثمان صوت اسلام الرباب القدرة اي مولاني وعزيزان شايش ذبيحا نفذ موان يا ربنا تربكي كرزان ربي حارب في اللسان اللي بعض في اللون ولو يحزان شذهي غيغي مقرب بنوان لكن ويا ملاني الثغران والقلبي حارب في اللسان شكرا، يعطيكم الصحة للأداء. نور الهدى وسيليا اللي شفناها في البرايم اللي فات في الملحون، والليلة بالأغنية القبائلية، ويعطيكم الصحة على هذا اللباس التقليدي الرائع. نجي لعندك أستاذ. أي مولاني عزيزا بكوننا ريم، نتمنى لأمك الشفاء العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. الاب والام، مش عندي امي مريضه وابي مريض، دونك سا مع نتمنى لهم الشفاء وطولة العمر يا ربي. والزيدان حزين. قبل ما ننسى يا منال يا بنتي، بغدادي آية وزاوشي نسيمة، هيا باللقب يعني. يعطيك الصحة أستاذ. أولا نبدأ بنور الهدى، النور تاع الطبعة. اجتهدي، ولو كان خرجتي من المنافسة، أنا عمري ما نقول مسابقة، عمري ما نقول مسابقة، ما نقدروش نقولوا مسابقة نزيهة أو مسابقة شريفة، نقولوا منافسة شريفة، منافسة. خرجتي من المنافسة بصح تبقاي تجتهدي ونشوفوك في آخر لحظة كيفاش ترجعي. أما سيليا يا سيليا، واش نقول لك؟ نقول لك كما قال الفنان العراقي الراحل ناظم الغزالي، في العيد ماذا أهدي إليك، في العيد أهدي إليك يا ملاكي وكل شيء لديك، عندك كل شيء. بغض النظر عن السنوات الدراسية، نعاود البيت: أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي وكل شيء لديك. ياك على بالك واش راني نقول؟ ها
بغض النظر عن السنوات الدراسية، على حسب ما شفت 12 سنة الجائزة الثالثة في الأغنية الوهرانية. من بعد هذا الجائزة الأولى في الأغنية الأمازيغية. 16 سنة عملتي كل هذا الشيء كما قال الأستاذ بوزيان، يعني درتي الكونسيرفاتوار ودرتي السينما والمسرح، وحفظتي الأندلسي والحوزي والعروبي وراكي في القبائلي تعزف على الكمان. يعني ما عندي ما نقول إلا ما قال سيدي الخضر بن خلوف: اللهم صل وسلم ألف صلاة على نبينا، قد نجوم الليل لدهم والأمطار النازلين، والسلحف والحوت لبكم في البحور الغامقين، غزل في خشبه مسدي والمسوج والمنسوج حرير وردة، وشعر سلك حرير ديدي، ما حملت بطناه دودة، يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك الابداع. وهذه الخزنة الصغيرة أستاذ، مقطع من الخزنة الصغيرة. كل ما تقفي أمامنا نقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بارك الله فيك يا بنتي وإلى الأمام. وأنا نقول لك كلمة كما قلتها لواحد آخرين في البرايم في الطبعة اللي فاتت: أبشري بالخير، أبشري بالخير، أبشري بالخير. شكرا، شكرا للجنة التحكيم، شكرا لأستاذنا، وتحية لنور الهدى ولسيليا. برافو، تفضلوا. من جديد مع مسابقة المدرسة، والآن مع آخر مرشح في هذه السهرة الثالثة وهو نوفل فايد، راهو مرشح لأول مرة وهو يحمل رقم 4. كزملاء رايح يقدم لنا مقطع أكابيلا في دقيقة بالتوفيق. تقدم في وسط الخشبة. أي عسسن الزاري ذاوي العقل فزر ذاني ذات واغا ثاني ربا وفوسي من نعتي الزواج ونكذ الخير يسبودا يغسم كان ذقولي لا يستيري ويتوغا خم يدلولا أي رايو ثوثي ثيري. هذيك الصحة، الأغنية عجبت الجمهور. أغنية مقطع من أغنية عزاز الزهري ولفنانة تكفى الناس، يعطيك الصحة. إلى عجبكم ابقى معايا. نوفل ما عليكم إلا بالتصويت، وهذا باختيار رقم 4. وببعث رسالة قصيرة على 63 069 بالتوفيق. من جديد مع المشرق العربي مع أغنية قولي قولي، هي أغنية اشتهر في أدائها الثنائي عاصي الحلاني مع كارول صقر، والأداء في سهرة اليوم رايح يكون من طرف ابتسام وسيف الدين. ليلي فيك موت
قلبي فيه موت. غني غني بغني سرقت روحي والله مني. ليلي صار ينهار وابتدى المشوار وابتدى المشوار. اللي جاي بعيدا احكيلي حكاية بغني أنا حتى عمري يطول. قلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا. قولي جاي بعيدا احكيلي حكاية بغني أنا حتى عمري طول. قلبي عني يقول غيرك مو معقول حبه أنا. كلمة حب جديدة هاي وعدني بعمل عيدي تا عمري يرتاح. بدي تكون جناح بدي تكون جناح. سامع همسة قلبي عم بتهني حبي واللي كان صار من النسيان صار من النسيان. اللي جاي بعيدا احكيلي حكاية بغني أنا حتى عمري يطول. قلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا. اللي جاي بعيدا احكيلي حكاية بغني أنا حتى عمري يطول. قلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه ابتسام وسيف الدين اللي طربونا بأغنية ويلي ويلي قولي قولي. عفوا أستاذ نجي لعندك. جمال تفضل. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة أولا على الحضور تاعكم ولا لا ميزون سين اللي كانت مليحة. وسيف الدين حبيت ننبهك على واحد الديتاي شوية في الأداء ديالك. لازم تحدر كي تاخذ السفل وين تبدا لا فراس تاعك وين تخلص. وقتاش كي تحس بلي خلاص لك السفل ما تكملش الغناء من افضل باش هكذا ما تروح لكش النوطه. انت راك عارف في راس على بالي بلي على بالك و تحاضر برك تقعد سامبل فهمت باش هكا راك سير بلي راك توجور جوست فوالا. وثاني حاجه ثانيه اللي حبيت نبهكم ماشي غير انتم ولكن كاع لي زيلاف هي لازم تلاحظوا لي زارونجمون اللي كاينين. كاين دي زارموني ياك كاين دي زاكور من تحت. وكي تغنوا خصوصا كي تغنوا اون ديو لازم تحاضروا ما تغنوش ستادير اون ديكالي كل واحد يدير خانات من جهته. انت راك جوست هي راهي جوست بصح اونسومبل سا مارش با. بالك تراك تغني دو دياز مثلا هي راهي تغني دو شغل سا فونكسيون با. دونك هذه كي تكونوا تتمرنوا خدموها تفهموا بيناتكم كي تكونوا تريبيتيو. قال هنا اون اساي داتر جوست انسومبل. ولا حبيتوا ديروا دي زارموني تفهموا بيناتكم. قال هنا الا غنيت هذه النوطه انت طلعي ولا تفهموا بيناتكم. صاودير باش يقعدوا مع الهارموني تاع الجوك. يعطيك الصحه. ماشي بوزهرون كيما لي زارونجمون هما ثاني ماشي يلعبوا زهر راهم يقراو لي نوت كيما راهم مكتوبين فوالا.
دونك هذه الملاحظه و اون ميم طون هذه الملاحظه اللي عطيتها لك في اتونسيون باسكو لا فوا تاعك ثاني لازم تحضر عليها وراك عندك اون بال الله يبارك وانت يا انت يعطيك الصحه على الاداء وعندك انستانكتيفمون لا ميتريز تاع السوفل تاعك راكي ديريها انستانكتيف مقبل طولتي في واحد الباساج مي انستانكتيفمون راكي بيان دونك كملوا هكذاك يعطيكم الصحه. شكرا لجمال العروسي وتحيه لابتسام ولسيف الدين. احنا كيما على بالكم رانا على المباشر على القناة الجزائرية الأرضية والجزائرية الثالثة وكذلك كانال الجيري وكذلك ما ننساوش إذاعة البهجة وادي الأفام مع تلاميذ المدرسة والبرنامج اللي حضروهن الليلة وسهرة ألحان وشباب اليوم تستضيف مدرسة ألحان وشباب تستضيف ضيفة يا فنانة جزائرية امتازت في أداء الأغنية القبائلية إنها تحبوا الأغنية القبائلية احنا كذلك إنها السيدة نادية بارود واللي الآن راهي متواجدة في الكواليس مع واحد شوية محظوظ الآن إنه نبيل. ليك نبيل. نعم منال تاع الصح راني محظوظ راهي معايا الفنانة القديرة نادية بارود. نادية بارود مرحبا يسمى زول فلام. زول دحميان كتيني يكو إذا ديت ولين لوناقي ولا. عندنا بزاف ما شفناكش نادية بارود. المهم شفتوني اليوم فوالا كي عرضتوني راني جيت ونقول لهم فرحانه بزاف كي جيتكم ان شاء الله يعني ان شاء الله تكون احنا تان رانا فرحانين وشرفتينا بزاف بحضورك معنا. نادية انت سمعتي اصوات تلاميذ مدرسة ألحان وشباب في طبعتها السبعة، واش رايك في هذه الاصوات كيفاش تشوفيها؟ يعني كل طبعة عندها خاصية تاعها وهذه الخاصية يعني تاع الطبعة هذه انه راني معاهم اليوم وكنت نتبع يعني قبل هذا الشيء يعني ماشي مجاملة كنت نتبع كل لانه بحكم انا فنانة لازم نعرف واش راهو يندار في بلدي العزيز والفن وين واصل. الحمد لله نحن نشوفوا بلي فيه اصوات وكاين خامات شابة والمهم انه فيه الصوت وفيه المقوم الاول اللي هو الصوت ومن بعد يبقى العمل من بعد هو اللي ياكد يعني مسيرة كل هذا الطلبة وان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق. وشنو هي النصيحة اللي تقدميها لهم؟ لو مومون باش يعني كي يخرجوا من المدرسه لازم الشغل والعمل يعني الدؤوب اللي كيما يعني راك تعرف باللي الفن راهو بحر غويط وكبير ومهما السنين اللي تعدي في الفن لازم دائما احنا نقولوا ما تعلمناش وما عملنا والو باش نبقاو نواصلوا المسيره وهذا هو سر نجاح كل فنان. ان شاء الله راح يقوموا بالمهمه على اكمل وجه. فن ميرثيم يعطيك الصحة نادية بارود، نشوفوك دوك شوية سورسان ونولي لك منال. انت محدود كثير نبيل الليله. تاع الصح. نادية بارود سيداتي سادتي رايحه تغني رفقة اثنين من تلاميذ المدرسه اللي هما ياسمين وابراهيم المرشح الليله ميدلي مع اغنيه يلا ربي والشمس. بقاو معنا فاصل قصير ونولوا لكم الحان وشباب برعايه موبيليس اينما كنتم.